ايه؟ علي وعلي الصوت اللي هيكتب مش هيموت ويجيب من كلمة حقيقي بعدوا بلدنا ولا ايه؟ بلدي يا بلدي اصحوا يا جماعة الدعم الساعة اصحوا يا جماعة الساعة رخيصة الساعة الرخيصة طلبة وطالبات جامعة حلوان تدعوكم حركة مقاومة للانضمام لها في مسيرتها من أجل توفير رعاية صحية للطلبة. طلبة وطالبات جامعة حلوان تدعوكم حركة مقاومة للمشاركة معنا توفير رعاية صحية للطلبة. مصر يا مسا واعرف دورك في الكلية مهما تتعب مهما تشهد شعبك رايح للحرمية ببساطة كده يا شباب احنا بنعمل حلوان احنا كل مرة بنعمل مظاهرة بنقول ان عدد الطلبة في جامعة حلوان ما بيزيدش لان المظاهرة دي مظاهرة سياسية. احنا النهارده مش عاملين مظاهرة سياسية، احنا عاملين عن الخدمات جوه الجامعة. احنا بنتكلم عن الخدمات العلاجية في جامعة حلوان، ما بنتكلمش عن حسن مبارك، احنا بنتكلم عن سعر كتاب الجامعة. احنا عاملين حاجة اسمها حملة عايزين نتعلم بجد. حملة عايزين نتعلم بجد ديت بنتكلم عن كل الخدمات في جامعة حلوان، ما بنتكلمش في اي موضوع سياسي. الطلبة القاعدة على جنب بعض، ليه ما بنتكلمش في الموضوع؟ انتوا خايفين من ايه؟ ليه الوزارة الطلبة هيحصل سلبي؟ امتى الطلبة هتتحرك وتشارك في المظاهرة؟ ليه هنفضل متخلفين؟ هو احنا رجعنا للأربعينات والسبعينات من سنة 1970 والأربعينات هنلاقي الطلبة هم اللي كانوا بيخوضوا المظاهرات على كوبري عباس اتفتحت كوبري عباس على الطلبة على جامعة القاهرة وجدوا لما كانوا يطلبوا بتحرير مصر من الإنجليز. السادات كان عامل خطة حرب أكتوبر كان عامل سنة 77 لما الطلبة ضغطوا على السادات الحرب بقت 73 كان دايما الطلبة هم اللي بيتدعموا الحركة السياسية في مصر. كان دايما الطلبة هم اللي في الصفوف الأمامية. النهارده اتحرك عمال خمس المحل واتحركوا أصحاب الصيدليات واتحركوا السواقين واتحركوا المحامين والطلبة هم اللي اليمين. ليه الطلبة ما بيتحركوش؟ يا جماعة انتوا واجبين في كل القوى الكلية. انت مش واجب انك انت بتشتغل في الجامعة اللي انت تيجي تحضر المحاضرة وتمشي. انت دورك اكبر من كده. دورك لما تعرف اللي وزنك بيتسرق لما انت بتدفع 200 جنيه وبتدفع 500 جنيه الحسب انت انتظام ولا انتظام تنجح من ده لان ده دورك جوه الجامعة. انت طالب في الجامعة لما يتعرض سواق معهوش اعدادي او سواق معهوش ثانوي وانت طالب في الجامعة المفروض يكون واحد اكبر منه وهو بيتحرك. انت هتتحرك. انت خايف من الضابط اللي هناك ده ضابط كذاب. هو لو ما كانش خايف منك كان زمان راح في المكتب بتاعه. هو خوفه جاي وراه. احنا عددنا كمية 50 واحد ومع ذلك ورانا اكثر من 5 او 6 ضباط وجامعة من الشرطة.
لان احنا تأثيرنا قوي في الجامعة. لازم يا جماعة تعرفوا ان احنا قلنا لازم نكون اكبر من كده. يا عبد الله يا بركات، يا عبد الله يا بركات، هي فين الخدمات؟ هي فين الخدمات؟ خلوا علينا المصاريف، خلوا علينا المصاريف، والخدمات قدامها مفيش، والخدمات قدامها مفيش. على بال كفار السنة ده لمحت اثنين تفريد الثمار. هو قال اثنين عاطل، وانتوا بتعرفوا تسلموا الحق باطل وتسلموا القاتل وتمشوا بجنازة المقتول ومفيش مشاكل. يا عم ده كل حاجة اتسرقت، وكده الأجيال الجديدة من الحرامية اتظلمت. يا راجل ده أنا كنت زمان بستنى حد ينسى يسمي وهو بياكل لقمته، دلوقتي كل أكلكم ملون، بصراحة الواحد بقى خايف على صحته. يا راجل ده من كتر ما نشطت معايا نزلت في مظاهرة مع الناس اللي بتقول كفاية. يا شباب، هو مجموع الجامعة ببساطة انه كل طالب فينا لما تخيل الجامعة فيها 100,000 طالب، كل طالب